وهو وديع عندنا ونحن مستخلفين فيه. مستخلفين فيه يعني ينبغي أن نتصرف فيه وفق مراد الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس مالنا. قال الله عز وجل في سورة الحديد يؤكد هذا المعنى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. آمنوا بالله ورسوله رقم 1، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. إيه اللي يحصل لنا؟ فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. دي الثمرة ودي النتيجة. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. المهم من الآية بتقول إن المال اللي معانا أو النعم اللي معانا ليست ملكا لنا، إنما هي ملك الله سبحانه وتعالى، ونحن فقط نواب عن الله فيه. والنائب أو الخليفة أو المستخلف ينبغي أن يتصرف وفق مراد الله استخلفه. في سورة النور يقول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني آتوا الناس، آتوا الفقراء، انفقوا في سبيل الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني مش من مال الله سبحانه وتعالى الذي هو أمانة عندنا ونحن مستخلفين فيه بفعل الأمر. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذه هي الحقيقة الأولى. المال مال الله. الحقيقة الثانية: مع أن المال مال الله، فالله عز وجل يعطينا ويثيبنا ويأجرنا ويضاعف لنا الثواب والعطاء إذا أخرجنا من ماله، ولا يعطينا بالعدل سبحانه وتعالى، وإنما يعطينا بالفضل ويعطينا بالنيات. فيقول في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فدي شرائح مفتوحة. من الناس من يأخذ على الحسنة 10 أمثالها، ومنهم من يأخذ 700، ومنهم من يدخل في الشريحة والحساب المفتوح الذي لا يعلم قدره إلا الله، ويتفاوت الناس في الثواب وفي الأجر على باعتبار اختلافهم في المداومة والاستمرار والإخلاص. يعني اللي أعطى مرة مش زي اللي بيعطي مرتين، مش زي اللي أعطى 10 مرات. في ناس كل ما يعرض عليها الإنفاق تنفق. اللي أنفق مرة وعدت ده ممكن يبقى في الشريحة الأولى، الحسنة ب10 أمثالها. لكن لو أنفق تاني ومؤمن وراغب في الثواب عند الله عز وجل يدخل في 700. طب هذا طبعه وهذا دينه، وأصبح يتعبد إلى الله ويجاهد بماله ويتلذذ بالإنفاق. علم ده مشروعه في الحياة، مؤمن بالله عز وجل، فهذا لا يعرف قدره ولا يعرف حسابه إلا الله. والله يضاعف لمن يشاء. يعني لهذه النوعية المؤمنة بالله المتوكلة عليه الراغبة فيما عنده، التي أدركت أن ما عندها من مال ليس لها وإنما هو لله سبحانه وتعالى، فمن هذا المنطلق يعطي ويقدم. دي الحقيقة الثانية، إن ربنا يأجرنا وإحنا بنطلع من مال اللي هو. أما لو مالنا بقى كان إيه الموضوع؟
السادسة، الله سبحانه وتعالى يعتبر النفقة قرضا له سبحانه وتعالى، يعني أنت تعطيها له سبحانه، أنت تقرضه، هو الذي يأخذ منك. إن الصدقة لتقع في يد الله قبل أن تقع في يد العبد، يعني هي قرض له سبحانه وتعالى. والكلام ده مؤكد في سورة البقرة، يقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. يعني الأرزاق مع الله، هو اللي بيقدرها سبحانه، هو يضيق على فلان ويوسع على فلان، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي سورة الحديد: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. التعبير بلفظ القرض فيه معاني، وكون القرض لله ففي هذا تطمين للمقرض. الواحد فينا لما يقرض راجل غني ما بيبقاش قلقان على القرض بتاعه. يعني تصور ان العبد الفقير زي حالاتي مثلا هيقرض الحاج ابو سعد او الحاج يونس قرض، هل انا قلقان على القرض بتاعي؟ لو اديته لواحد فقير ممكن يعني يرجع ولا ما يرجعش، انما لما اقرض غنيا اول حاجه القرض بتاعي في الامان، في المضمون. ثاني حاجه اني سنعيده الي اضعافا مضاعفه، سنعيد القرض ومع القرض هدايا. إذا كان هذا في البشر فما بالنا بالله سبحانه وتعالى، فما بالنا إذا كنا نقرض من لا تنفذ خزائنه. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. القرض عند الله مضمون، لن يذهب هدرا ولن يذهب هباء أبدا، وسيعاد إلى المقرض أضعاف مضاعفة، لأن الذي يعطي هو الكريم الجواد سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أيها الأحباب، الناس أمام هذه المعاني نوعان. الناس أمام الحقيقة دي بعد ما تستقر في القلوب نوعان: نوع ممسك الكلام ما يأثرش فيه ولكن يصير حاجة، ونوع متصدق. في ناس تستجيب وتنفعها الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الممسك الذي لا يستجيب ما جزاؤه أو ما مآله أو ما هي عاقبته؟ له عاقبتان في الدنيا وله عاقبة في الآخرة. في الدنيا الله عز وجل يتوعده بالتلف والإتلاف والخسران والضرر. ليه؟ لأن ربنا بيقول أو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وينادي ملكان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. اللهم أعط ممسكا تلفا وأعط منفقا خلفا. مين اللي يقول الكلام ده؟ الملائكة. دعاء على الممسك البخيل الشحيح اللي فاكر ان المال ماله. فالدعاء الملائكة مستجاب ولا غير مستجاب؟ مستجاب طبعا، ولذلك البخيل لا يتقدم ابدا. الممسك لا ينمو ماله ولا تربح تجارته، خسر الدنيا والاخره، بخلاف المتصدق الديني. فدي العاقبه الاولى، إن هو موعود بالتلف وبالخسران وبالضرر، لأنه كتم مال الله،
منع مال الله عن عيال الله، عن خلق الله. العاقبة الثانية، بعد التلف الاستبدال والتغيير. هو نفسه ربنا ياخده يستبدل به حد تاني، او ياخد المال منه ويديه لواحد تاني. ليه؟ لان هو الحقيقه وجوده اصبح عائقا. هو واقف في اول الطابور، المال جاي عليه، هو السادد على اللي بعد منه، فعشان اللي بعد منه يصل رزق الله ويصل عطاء الله لازم هو يوسع السكه. بالظبط كده زي يكون عندنا ماسوره ميه في حمام مدفونه، نسلك فيها لا تسلك، حبس الميه عما بعدها، نعمل لها صيانه ما في فايده. الحل ايه؟ الحل الطبيعي المنطق بيقول نشيل القطعه دي، الماسوره دي نشيلها ونجيب ماسوره ايه؟ تانيه. عشان ايه؟ عشان توصل الماء لما بعدها. والقرآن بيقول كده في آخر آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يحصل ايه؟ وإن تتولوا عن الإنفاق، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الكلام ده لموسى في الدنيا، التلف والاستبدال. طب في الآخرة بقى، في الآخرة انظر ماذا يقول الله عز وجل في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إنما المتصدق شوف ربنا، المتصدق لا يتلف ولا يستبدل، والله عز وجل يرفع درجات في الجنة الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أيها الأحباب، هذه المعاني مقدمة لما أريد أن أطرحه عليكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني في العرض وأن يرزقني الإخلاص وأن يرزقني وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب، أنتم تعرفونني جيدا، كنت بينكم في يوم ما وتعرفون صدقي في الطرح لا أجامل، وأنا الآن في يوم ذهبت إليهم يعني لمدة 3 أشهر مبدوءة بشهر رمضان. أنا رايح فهم منها استريح في وسط الناس اللي هناك وإن المسألة هتبقى سهلة، فوجدتهم في قرب، وجدتهم في ضيق، فحملوني الهم. عندنا في مصر بيقولوا إيه؟ في مصر لما تبقى الزوجة يعني غضبانة من زوجها وراحة بيت أبوها تقعد يوم كده واثنين ضيف وبعد كده يدخلوها إلى المطبخ وتشيل. فعندنا مثل في مصر بيقول إيه؟ رحت بيت أبويا استريح حملوني المفاتيح، حملوني المفاتيح. يقول موضوع مهم إيه باختصار؟ هما كانوا بيصلوا
في مكان صغير في شلة، ما كانش متسع لصلاة الجمعة، فأخذوا يبحثون عن رخصة لبناء مسجد أو شراء مسجد. أنتوا عارفين أن الرخص بالنسبة للمساجد مش سهلة، 25 سنة بيجاهدوا وبينظموا إلى أن حصلوا على الرخصة. لما حصلوا على الرخصة فكروا في شراء مكان. المكان ده حوالي 2100 متر. ال 2100 متر دول ب7 مليون ونص كرون، يعني الواقع المتر 3000 ونص. تم بيع 700 متر اشتراهم اهل الخير من امثال حضراتكم. ال 700 متر دول تم تحصيل حوالي 2 مليون ونص، باقي 1400 متر. ال 1400 متر كل متر 3000 ونص. مطلوب تجميع هذا المبلغ اللي بيساوي 5 مليون قبل شهر 12 ما ينتهي اللي جاي. لو شهر 12 اللي جاي ده جاء قبل تجميع المبلغ هتكون النتيجة ان صاحب الملك هياخد المبنى، خصوصا ان هو عارفين يعني هذا كان الميعاد قبل كده، فبالتفاوض تم تأجيل الميعاد لشهر 12. صاحب الملك لما ياخد المبنى مفيش مكان تاني في اللون، مفيش مكان، هو المكان الوحيد. واللون زي ما انتم عارفين مدينة مهمة، مدينة جامعية، صرح علمي بيجيلها طلبة من كل مكان في العالم، ده خلاف الجالية اللي موجودة اللي فيها. المكان ده لو لم يشترى الناس مش هتصلي والرخصة هتضيع. المشكلة حتى مش في المكان، يعني فين لما نحصل رخصة تاني كمان عاوزين 25 سنة عشان نحصل رخصة. فلو ضاع هذا المكان أخشى أننا نأسم جميعا، لأن وجود مصلى، وجود بيت لله في البلد دي فرض عين على سكان لون أولا. فإن استطاعوا أن يقوموا بالواجب فبها ونعمت، فإن لم يستطيعوا انتقل الواجب إلى من جاورهم. فإن استطاعوا فبها ونعمت، وإلا يظل ينتقل الواجب إلى من جاورهم حتى يعم أهل السويد جميعا، وحتى يعم الأوروبيين جميعا من المسلمين، حتى يتحقق هذا الفرق. فاحنا بنقول لحضراتكم ببساطة احنا عايزين من حضراتكم ايه؟ احنا عندنا 3 محاور وما عندناش خيار. ما عندناش خيار، يعني ليس سهلا علينا ان نقف هذا الموقف، يعني احنا شبه شحاتين يعني، بس احنا بنستحضر النية وبتبقى شحاتة في سبيل الله عز وجل، وان احنا بنعمل اللي علينا، وان احنا بنلقي المسؤولية على اعناقكم انتم، بدل ما نبقى شايلينها لوحدنا كلكم تحملونها معنا، ونبقى كده اعذرنا الى الله، ونبقى عملنا اللي علينا. ان تم المراد فلله الحمد، وان كانت الاخرى ونرجو الله الا تكون هي نكون قد اعذرنا الى الله. فاحنا من باب التسهيل على حضراتكم عندنا اكثر من محور. المحور الاولاني يستطيع كل فرد منا ان يشتري متر باسمه في هذا المكان ويأخذ به سطر. ده هي اللي انا بتصل فيه، ده السطر، الشهادة. الشهادة ديت زي عقد بيكتب فيها اسمك وبينكتب فيها انت هتشتري قد ايه. لو متر 3000 ونص متر او مترين او 3 زي ما انت عاوز، وممضية ومختومة بختم المركز. هذه شهادة يمكن ان انت تدرسها وتعلقها عندك في البيت، ان انت مالك في هذا المكان، وممكن تبقى صدقة جارية عنك بعد موتك وتورثها لاولادك، وممكن تضعها في الكفن بتاعك تلقى بها الله عز وجل. فده المحور الاولاني.
كل واحد فينا يقدر يشتري متر واحد 3000 ونص، ولو حاجة أقل من كده ممكن يتعاون مع أخ من إخوانه ويشتروا متر ونكتب أسمائهم الاثنين، واللي يقدر يشتري 2 أو 3 أو 4 يتلاوى مع الله عز وجل. أنت لا تدفع لأحد، وإنما تدفع من مال الله لنفسك أولا، والله عز وجل سيخلف عليك. ده المحور الأولاني. المحور الثاني وإحنا عشمانين فيه إن لو حد معاه فلوس في البنك عليها يديها لنا سنة قرض حسن، وياخد الأوراق اللازمة والضمانات اللازمة والشهود اللازمة، ونسدد في ميعاد يتم الاتفاق عليه. المهم ان المكان نحصل عليه. ده المحور الثاني. المحور الثالث ان ممكن لو حد من الحضور او احنا نعرف حد من الناس اللي مش موجوده معانا يقدر يشتري المكان باسمه ويكتبه باسمه وياخد الاوراق اللازمه، وهذا المكان هو عباره عن طابقين، الدور الاولاني محلات يعني بدون دخل كمشروع استثماري الى ان يتم تجميع المبلغ، وبعدين نسيب لصاحب المال، وبعدين هو يتنازل عن مكان اللجنه الوقفيه لان هذا المكان سيكون وقف لله عز وجل. فدول 3 محاور، اما انك تشتري او تقرض، اما انك تشتري متر او تقرض قرض حسن او تشتري المكان بنفسك او بالمشاركه مع اخ او 2 او 3 او 4 او 5 او 10 او 20 او 100. المهم حد يتبنى المشروع يجمع المبلغ ويشتروه باسمهم لحد ما يسددوا. ولو حد من الحضور راغب في اي خير ومعهوش فلوس دلوقتي، ما احنا مش مستعجلين دلوقتي، هنديك كارت. الكارت ده فيه ارقام تليفونات المركز وفيه رقم الحساب، تقدر تتواصل مع الناس او تدفع الفلوس في الحساب. اللي احنا بنعمله ده المشروع ده اسمه عمارة المسجد. وقبل ما نختم اقول لك يعني ايه المسجد. المسجد الله عز وجل يقول خلي بالك انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. مش اي حد، ده باب مفتوح مش لكل الناس. انما يعمر مساجد الله ده مجرد العباره بس انك تحط سجاده او لمبه او كتاب او ازازه ريحه. اما لما انت تساهم في ايجاده. انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. والمسجد ده بيت ربنا سبحانه وتعالى في الارض، هو مصانع الرجال. كلنا اتعلمنا الايمان في المسجد، اتعلمنا الصلاه في المسجد، وفضل المساجد علينا كبير. احنا تربيه المساجد. لو المساجد مش موجوده كنا احنا فين دلوقتي؟ كنا هنكون في الخطرات. ولذلك ان ربنا بيقول في سوره النور في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. الايتين بيقولوا ان المساجد دي مصانع الرجال، فيها يتربى الناس على الايمان، فيها تصنع الرجال، فيها يتصل الناس بالله عز وجل، وهذه خصوصا للمساجد فقط وليست لغيرها في اي مكان. هذه الخطبه لها معنى حين تكون في المسجد، ولها احساس ولها طعم، ولها معنى اخر ومزاج اخر اذا كانت في صلاه من الصلاه او في نادي من النوادي. المسجد له خصوصيه وله قدسيه بجوه روحاني، فجوه فقط مربي ومعلم وملهم ومنشد. ايها الاحباب، اخشى من التقاعس واخشى من التخاذل، وان حد يقول انا مالي او يدبروا حالهم يقلعوا شوكهم بايديهم وايه اللي ورطهم التوريطه دي. هي من وجهه نظر التوريطه، لكن هي جهاد في سبيل الله وهي فتح الابواب، ومن فتح بابا في سبيل الله فتح الله عز وجل له ابواب. التقاعس ايها الاحباب يؤدي الى ضياع هذا المكان وتخريبه، واخشى ان نقع تحت رؤيه قوله تعالى ومن اظلم ممن منع مساجد
الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع ولو عش الصبر، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. وفي الصحيح عن عثمان بن عفان عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله عز وجل له بيتا مثله في الجنة. بيتا مثله. مثله، المثلية هي لها معاني. المثلية في الاسم ليست في المعنى. تعتبر مسجد قد كده في الدنيا، معقول ربنا يديك مثله بالظبط في الاخر. المثليه في الاسم، لكن المعنى والحقيقه فهي على قدر الله وعلى قدر الله سبحانه وتعالى. وفضل بيتك في الجنه ان شاء الله، فضل بيتك في الجنه على سائر البيوت كفضل بيوت الله في الارض على سائر البيوت. ايها الاحباب، انها تذكره. أيها الأحباب، نحن في ضيق شديد، نحن في عسرة وفي كرب، فمن يتاجر مع الله عز وجل كتجارة أبي الدحداح. أبو الدحداح حين سمع قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، قال: الله عز وجل يعطينا ثم يستقرضنا. أشهد الله أن بستاني قرضا لله. بستانه كان عبارة عن 6 سدادين، 6 أفدنة كلها نخل مسلم. فذهب إلى بستانه مسرعا ونادى: يا أم الدحداح، أخرجي الأولاد من البستان فإني أقرضته لله. فأخرجت أم الدحداح الأولاد، وكان في أكمامهم ثمرات فألقتها في البستان، وقالت لزوجها: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. لنا في سيدنا عثمان بن عفان قدوة في غزوة العسرة حين جهز ثلث الجيش وحده، وأتى أبو بكر بكل ماله، وأتى عمر بنصف ماله، وأتى أبو خيثمة بالصاع. هذا الصاع في ميزان الله ربما يسبق ملايين. لا تستقل جهدك، لا تستقل هذه الكلمة، لا تستقل هذا المثل، وخذ هذا العقد زخرا لك ولذريتك، وأوصي أن يوضع في كفنك وابتغي بذلك وجه الله والق الله بهذا الأجر. أيها الأحباب، أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، أو كما قال الله.